أتذكر أن رئيس وزراء إسرائيل من عدة سنوات كان شارون ساعتها قال أن مصر ربما نضربها ونضرب السد العالي، ولم يرد عليه أحد. مثل هذه الأقوال أو الأفعال أو التلميحات مرفوضة طبعا. فنحن بدعوة سلام للعالم باتفاقيات مصر الدولة الكبيرة اللي كانت عضو في الأمم المتحدة سنة 48 وفي عصبة الأمم قبل ذلك، قبل أن تنشأ الأمم المتحدة، تحافظ على عهودها واتفاقيتها، ولكن على الأطراف الأخرى أن تراعي ذلك وأن تفهم أنه مضى عهد أن يصبح الرئيس المصري متراجعا، أو احنا 90 مليون، فلا يمكن لأي حد ل5 مليون في أي حتة أنهم يخوفوا 90 مليون. السؤال الثالث دكتور عزيز، تفضل. سيادتك بل القرآن دستورنا، بل القرآن دستورنا كان وسيبقى، سيظل القرآن دستورنا، القرآن دستورنا، والرسول زعيمنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، وفوق كل ذلك الله غايتنا. وحزب الحرية والعدالة حين يتقدمون إلى الأمة لا يتقدمون بشخص، إنما يتقدمون بمشروع، وحين يقدمون رجلا فإنما يقدمون خلاصة عصارة، يقدمون فلتة من أفلاد أكبادهم ليكون رائدا لهذا المشروع وقائدا لهذه المسيرة وقائدا أمام ربي، وأقول يا رب وهذا العون منك، لقد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. دكتور محمد مرسي، أذكرك وأذكر نفسي، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيا دكتور محمد مرسي أذكرك بهذه الآية، هذه الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فلتكن متواضعا هينا لينا بارا رحيما بكل أبناء مصر. ابدأ بالفقراء، لا تنسى الفقراء ولا العمال ولا الفلاحين ولا الحرفيين ولا الأرامل ولا اليتامى ولا الزكاة ولا المعوقين، اجعلهم نصب عينك، اجعلهم عندك. يشكو إلينا زوار بلادنا والسائحين يشكون من خوفهم من عدم الاستقرار. شهداء الثورة، شهداء الإسكندرية. بروتوكول لفتح سوق أمريكي، السوق الأمريكي مفتوح
واحنا مش عارفين احنا هنعرف نبيع فيه ولا هترجع البضائع. لكن انا بقول احنا خايفين من ايه؟ ليه؟ لانه ربما يكون فيه معلومات ناقصة على المجلس او عليا نعرفها فنعذر الناس او نعذر الادارة او نعذر الوزير. السيد الوزير قال كل حاجة. بس لا ما قالش كل حاجة، واذا كنت عايز انا اقول كل حاجة اديني وقت وانا اقول كل حاجة. لا ما قالش كل حاجة.